تصريحات رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني التي تسببت في إنهاء مهامه مع محاولة اغتياله بسبب وصفه فيها الدولة المزعومة إسرائيل بالكيان الصهيوني وأن التطبيع معه خط أحمر لن يحدث أبداً. موقف المغرب ملكاً وحكومة وشعباً بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك، ورفض كل عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين وعلى حقوق ديال المقدسيين، وأيضا على العروبة وعلى إسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف. هذه الخطوط هي خطوط حمراء بالنسبة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا كما قلت، وهذا يستتبع أن كل التنازلات التي تتم في هذا المجال هي مرفوضة من قبلنا، ونرفض أيضا كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو دفع له وتحفيز له كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني والالتفاف على تلك الحقوق اللي هي على كل حال الأمة الإسلامية كلها معنية بها ومعنية بالدفاع عنها، لأنه مسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والذود عنه مسؤوليتنا جميعا. وقد قام المغاربة عبر القرون بملاحم مشهودة في دعم كل الجهود للحفاظ على المسجد الأقصى أو لدرء الاحتلال عنه، سواء كان المسجد الأقصى أو القدس الشريف أو فلسطين. ولا يزال المغرب وفيا لهذا الإرث